استمتعوا معنا بمشاهدة فيلم أرمور، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. وقبل كل ده ما تنسوش تصلوا وتسلموا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بيبدأ فيلمنا مع حارس أمن على عربية مصفحة بتتعرض للهجوم من عصابة وزعيمها بيكون مجرم محترف. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل، تابعوا ملخصنا وانتوا تعرفوا ايه الحكاية. بنشوف مستودع قديم ومهجور وفي عصابة موجودة وزعيم العصابة اسمه روك، وبنعرف ان مجرم خطير والكل بيخاف منه، وكانوا وقتها بيعملوا خطة علشان يسرقوا عربية نقل اموال. وبنشوف كمان صناديق اسلحة جوه المستودع لزوم الشغل وكده يعني، وكانوا مقسمين الادوار بينهم كل واحد وليه شغلته. والزعيم قال لهم خلوا بالكم المرة دي مش زي كل مرة، والمفروض ان العربية هتعدي من على جسر وهم هيقفلوه علشان يوقفوهم وينفذوا مهمتهم، وكل ده في تلت ساعة بس. ونروح لجيمس وده حارس الامن اللي هيسوق العربية، بس عنده مشكلة كبيرة، على طول بيشرب ليل ونهار حتى الصبح اول ما يقوم من النوم. ومع انه عارف مشكلته بيحاول يحلها زي ما هنشوفه في جلسة علاج من ادمان الكحول، وهو قاعد مع ناس بيتعالجوا زيه وبيحكوا اثار الادمان عليهم وعلى عيلتهم، الا انه ضعيف ومش قادر يبطل لدرجة انه مالي ازازة المية بتاعته كحول قبل ما يروح الجلسة، مفيش فايدة فيه. وبعد الجلسة ما خلصت جه ابن جيمس واسمه كلارك وبيكون شغال معاه في الشركة، عدى عليه بالعربية المصفحة علشان يبداوا شغلهم زي كل يوم. وهم ماشيين فضلوا يتكلموا عن اسم حفيده اللي جاي، لان سارة مرات كلارك حامل. وقتها جيمس كان بيفتكر الحادثة اللي حصلت لهم وماتت فيها مراته بسببه. بعد شوية وصلوا البنك واستلموا الفلوس واخدوا خط سيرهم لتسليم الفلوس، والمسؤول سلمهم وقال لهم راجعوا عليها وسابهم ومشي. هم ظبطوا العربية وحملوا الصناديق وربطوها، وبنشوف الصناديق وهي كتير وتقيلة ومقفولة، وهم اساسا ما يعرفوش جواها ايه، ممكن تكون فلوس او ذهب. وخلاص قفلوا العربية وحضروها علشان تاني يوم الصبح هيروحوا يوصلوها. وبعدها راحوا بيت كلارك يتعشوا ويطمنوا على سارة لان مشوارهم كبير وهيمشوا 10 اميال. وهم على العشاء فضلوا يتكلموا عن كلارك وهو صغير ويضحكوا. ومن الناحية التانية بنشوف العصابة وهم بيستعدوا للعملية بتاعتهم وبيحضروا نفسهم برضه وبيجهزوا علشان التنفيذ بكرة. تاني يوم الصبح جيمس وابنه راحوا البنك، والمدير بيقول لهم اتأخرتوا ليه؟ المفروض تكونوا هنا من بدري. قال لهم الناس مستنية الحاجة وعندك 4 صناديق. جيمس قال له مكتوب 3 في الورق. قال له انقل الصناديق وانت ساكت، ولا عاوزني ابلغ انك مدمن كحول في الاجتماع الجاي؟ وقال لهم انهم طردوك من الشرطة بسبب الشرب. اعرف وضعك دلوقتي، انت مجرد ساعة توصيل ومعاك مسدس للحماية وبس. واضح انهم مش بيطيقوا بعض خالص. بعدها جيمس خد الصناديق حطها في العربية ومشي هو وكلارك. جيمس كان مشدود من كلام دان، حتى وهو سايق كان باين عليه دايس جامد على البنزين. كلارك قال له اهدى بس، احنا لسه قدامنا مشوار طويل. قال له دان بيضغط عليا وبيعصبني. كلارك قال له ما تفكرش فيه وخلينا في الطريق بتاعنا. وقتها كان في عربيه جايه وراهم بسرعه، وجيمس بيبص عليها في المرايه وقلق منها، وابنه قال له في حاجه. قال له بص على العربيه السوداء اللي ورانا دي، بوسع لها وما بتعديش. وقتها العربيه جت خبطتهم من ورا وجت خبطتهم من الجنب. اول حاجه عملها كلارك بلغ البوليس بسرعه وقال لهم بنتعرض للسرقه على طريق لينكولن وعاوزين دعم يوصل لنا بسرعه. المشكله ان محدش سمع الاستغاثه بتاعتهم. ابوه قال له اتصل تاني وجرب ارقام تانيه بسرعه، والعربيه برضه مش مبطله خبط فيهم خالص وبتزنق عليهم لدرجه انهم اجبروه يدخل طريق تاني فرع مش طريقه. واضح ان دي من ضمن خطتهم انهم يغيروا طريقه ويستنوه في الطريق ده، وهم عمالين يتصلوا بكل الارقام مفيش رد. جيمس قال لكلارك ان العربيه حصل فيها تشويش وعطل الاشاره بتاعتها، وفعلا دخل طريق مقفول بالخشب وكانه طريق في منطقه عمل، والطريق ده طلعهم على الجسر ومشوا عليه اجباري. ولقوا عربيه سوداء وقفت قدامهم بالعرض ونزل منها مسلحين. ساعتها جيمس اضطر يقف بالعربيه. طبعا هم لعبوها صح وزنقوه، ولا عارف يروح يمين ولا عارف يلف يا ولاد اللذينه. جيمس فكر وقال ارجع بالعربيه مرشدير واخدها بظهري. وهو بيرجع لقى العربيه السوداء اللي دخلته الطريق واقفه وقافله طريقه وراه، دي طلعت كماشه وبرضه نزل منها مجموعه مسلحين تبع العصابه. واضطر جيمس انه يقف تاني، وكل افراد العصابه من قدامه ومن وراه ضربوا نار عليهم. طبعا الرصاص ولا الهوا، عربيه مصفحه. العصابه عارفه كل ده بس حبت تخوفهم الاول يمكن ينزلوا ويستسلموا بسهوله. ولما لقوهم ما اتحركوش من مكانهم قالوا ما بدهاش بقى ندخل على الخطه بيه. ضربوا تحت العربيه صاروخ واستخبوا، ولما انفجرت العربيه اتقلبت على جنبها. وبنشوف جيمس وهو بيقوم وعاوز يطمن على كلارك. وقتها فتحوا الباب وطلعوا على سقف العربيه، وفي الوقت ده العصابه شافتهم وقربت منهم. الاتنين نطوا من فوق نزلوا على الارض واستخبوا من الرصاص. جيمس قال لكلارك اجهز وخد نفسك علشان هنواجههم. وطلعوا من ورا العربيه وضربوا واحد وقعوه، ورجعوا تاني يستخبوا. كلارك قال له تقريبا انا وقعت واحد منهم، وبعدها ما كملش الكلمه جات له رصاصه في رجله وقعته. ساعتها جيمس اتجنن وطلع وضرب رصاص على واحد اسمه فايبر، وده كان معاه سلاح بمنظار، اكيد هو اللي ضرب كلارك. وبعدها واحد تاني جه يضرب جيمس علشان ينتقم لفايبر، راح مموته. وفضل ضرب النار متبادل بينهم، وجيمس عاوز يلحق كلارك وسنده بايده ومسك المسدس بايد وعاوز ياخده جوه العربيه علشان يحمي منهم ومن الرصاص اللي نزل عليهم زي المطر. وفعلا عرف يدخل هو وكلارك جوه العربيه وقفل عليهم الباب. وقتها روك كان واقف وشايفه. جيمس اطمن على كلارك وشاف اصابته كويس اللي كانت في رجله، وطلعت نوع رصاصه قويه بتخترق الدرع وبتصيبه بشده. كلارك بيقول له انا هموت.
قال له لا اعمل اللي هقولك عليه واهدى وتنفس بالراحه وهتبقى كويس. نروح لروك وهو زعلان على فايبر ورايح ناحيه العربيه بغيظ. جه واحد من رجالته قال له هوك وفايبر ماتوا يا عم بتسخنه هو والع اصلا لوحده. ونرجع لجيمس وهو بيدور على اي حاجه يربط بها رجل كلارك ومش لاقي. بعدها فك حزام من على صندوق من الصناديق وربط بيه رجل كلارك. وفي الناحيه الثانيه روك قال لرجالته فجروا ابواب العربيه. كلارك قال له هنعمل ايه واحنا حتى ما عرفناش نبلغ علشان يبعتوا لنا دعم يساعدنا. جيمس طلع تليفونه وما لقاش اشاره وعرف ان معاهم جهاز تشويش وهو اللي عامل كده. جيمس قال له احنا بنتعامل مع عصابه محترفه وعارفه هي بتعمل ايه كويس. وقتها جت رجاله روك وخبطت على الباب. روك كلم جيمس وقال له انت عارف قانون ميرفي كويس صح يا جيمس؟ قال له كمان عارف اسمي؟ قال له بحب اذاكر كويس ومعلش ان ورطتك في الورطه دي. القانون بيقول ان طالما حصلت حاجه وحشه يبقى اللي جاي كله اوحش بكتير وبسرعه كمان زي اللي هعمله دلوقتي. قال له انا كمان موتت 2 من رجالتك. قال له طيب انت بتقول لي يا جيمس وانا دلوقتي اناديك بايه؟ قال له انا روك يا جيمس. قال له اخلص واطلع وما تضيعش وقتي. وانت هتموت نفسك انت وابنك ليه؟ دي حتى مش فلوسك. خليك عارف انكم مش هتستحملوا 4 ساعات. انا عارف انك ذكي. افتح واخرج وسيب الفلوس وانا اوعدك اوديكوا المستشفى علشان تلحق ابنك. قال له انا عارف انك ذكي ومش هتعمل كده انت اكيد بتخدعني. ابنه بيقول له ما يمكن ينفذ كلامه. ابوه قال له لو فتحنا الباب هنموت. بعدها قام يفتش الصناديق ويشوف فيها ايه لان لما فكر كويس قال لنفسه طلقات بتخترق الدروع واجهزه تشويش وخطه محكمه. الموضوع فيه سر ومش الفلوس بس هي الحاجه الوحيده اللي عاوزينها. وفعلا بعد ما فتح كام صندوق فيهم فلوس فتح واحد لقى فيه سبايك ذهب كتير تساوي ملايين الدولارات. كان عاوز يعرف رايحين لمين ودور جوه الصندوق لقى عمله معينه زي اشاره او كلمه سر بين اللي هيسلم ويستلم. وعارف ان الاشاره دي تبع عصابه. وهو بيتكلم حس بحركه بره. بنشوف رجاله روكو هم بيرموا قنابل غاز تحت العربيه علشان يتخنقوا ويخرجوا. وفي واحد طلع فوق العربيه ورمى عليهم قنبله مسيله للدموع. وفعلا بنشوفهم وهم مخنوقين ومش عارفين يتنفسوا وكانوا بيحاولوا يسدوا الفتحات اللي بتدخل الغاز. جيمس قلع هدومه وكان بيسد بيها الفتحات لان كلارك كان هيتخنق. روك بيقول لرجالته ده راجل عنيد بشكل. جيمس بيقول لروك هو ده اللي عندك شويه الغاز دول؟ واحد من العصابه قال له لا لسه هنولع حوالين العربيه نار وانت تستوي جواها. قال لهم على فكره انا معايا الذهب. فعرفوا انه فتح الصناديق. روك قال له الشنطه دي بالذات بذهبها والعمله اللي فيها ايدك ما تلمسهاش والا هموتك انت وابنك ابشع موته. قال له نصيحتي ليك اخرج من غير ما اذيك. وبعت واحد من رجالته يجيب جهاز مثقاب علشان يخرم بيه العربيه. كلارك بدا يعرق ويسخن والجرح اتلوث وكان لازم يتنضف ويتعقم. كلارك قال له مش لو معانا كحول بنشربه كان نفعني دلوقتي؟ ابوه قال له انا معايا. قال له انت رجعت للشرب تاني؟ قال له انا اساسا ما بطلتش حاولت كتير وما عرفتش. قال له انا كنت بملى ازازه الميه كحول واروح بيها جلسات المعالجه. كلارك قال له طول الوقت ده بتخدعنا وبتقول لنا انك مبطل. انا عمري ما انسى الحادثه اللي عملناها يومها. كنا مبسوطين وماشيين في طريق ضلمه وما كناش شايفين حاجه. وقتها عدت جنبنا عربيه ماشيه بسرعه جنونيه وانت اخدت سلاحك ووقفتها علشان خفت لحسن يموت حد ونزلت تشوفه وسبتنا في العربيه. ولقيته شاب صغير وقلت له يهدي السرعه. انا وماما قلنا لك احنا في اجازه يعني بلاش شغل الظباط ده وانسى انك ظابط وركز في الاجازه. وقتها جت عربيه كبيره ودخلت في عربيتنا والعربيه اتطبقت علينا. وقتها المطافي جت والاسعاف جت وانقذونا انا وانت لكن ماما ماتت. وقتها انا كرهتك واتمنيت انك كنت تموت بدلها لانك انت اللي غلطان مش هي. طريق سريع وانت واقف لازم يحصل حاجه وقلنا لك ما تقفش وكمان لما وقفت ما شغلتش نور العربيه. انا عارف انك عايش بذنبها من ساعتها. جيمس قال له سيبك من كل ده لازم اروح اجيب ازازه الكحول من قدام. فكر ازاي هجيب الازازه. وقتها جاب سيخ حديد وربط فيه شنكل وعمل صناره واصطاد الازازه وجابها وسقى منها وحط شويه على الجرح بس حاله الجرح كانت وحشه قوي. ونرجع لروك وهو بيحاول يعمل فتحه في العربيه بالنار لكن الموضوع مش سهل لانها مصفحه. ابنه بيقول له تعالى نصدقه ونخرج يمكن ما ياذناش. جيمس قال له معاك رصاص؟ قال له لا معايا صاعق خده. جيمس قال له سيب الازازه ونشوف ولاعه ونعمل لهم قلق بالمولوتوف. كلارك قال لهم كفايه وقفوا اللي بتعملوه انا تعبان ومش قادر استحمل وهخرج بس خدوني للمستشفى. الرجاله روك قال له ما تصدقهوش ده بيكذب. روك قال له افتح الباب وانا مش هاذيكوا. وقتها جيمس رمى المولوتوف على الراجل اللي كان بيفتح الباب وولع فيه واترمى على الارض وطلع ضرب واحد تاني بالنار. وبسرعه ابنه دخله وقفله تاني قبل ما حد يمسكه. واحد من العصابه قال لكلارك اطلع والحق نفسك قبل ما تموت. كلارك قال له طيب وابويا؟ قال له لا تعتبره مات خلاص انفد انت بنفسك واخرج بدل ما نموتك معاه. قال له ما اقدرش اثق فيكوا كلكوا كدابين ونصابين. قال له هتفتحوا وهندخل غصب عنكوا. واحد من العصابه اسمه مايلز قام وبقى زي المجنون وضرب رصاص كتير قوي عليهم. زميله قال له انت اتجننت ولا ايه؟ قال لازم اموتهم. وفضلوا يتخانقوا سوا ويقولوا لبعض انت نحس لا انت اللي ما عملتش دورك صح ومسكوا في بعض. وده يقول له انا اللي جبتك في الشغلانه دي
ولما زودوها جالهم روك وحط مسدسه عليهم وقال لهم هو مفيش احترام لوجودي ولا ايه؟ انا جايبكم تعملوا العمليه معايا ولا تمسكوا في بعض؟ عاوزين نصيبكم في العمليه ولا اخلص عليكم؟ مايلز قال لروك انت مخلي الرجاله واقفين عند الجسر هنا وهنا بيأمنوه، وقتلوا فايبر اللي كان هيفتح لنا العربيه وحرقوه، انت مستني ايه لما نتمسك؟ انا هقتلهم واخد الذهب. وقتها اتخانق هو وروك لان روك عاوز يخلص السرقه من غير قتل. بعدها روك قوم الراجل بتاعه وقال له مايلز دي هبت منه وبيقف قصادي. لما جيمس وكلارك سمعوهم اطمنوا وعرفوا ان روك مش عاوز يخلصها بالقتل. وقتها جه خبط عليهم وقال لهم انتوا كويسين؟ قال لهم انا مش عاوز اذيكوا بس الامور بتتعقد ووصلنا للنهايه. جيمس قال له انت عاوز ايه؟ روك قال له عاوز ايه؟ انت عارف انا عاوز ايه؟ كان نفسي رجالتي تبقى في نص اخلاصكوا ووفائكوا ده، بس يلا علشان انت طولت قوي. الجو كان حر قوي وهم ولا اكل ولا شرب. كلارك قال له احنا هنموت هنا واداله ميه يشرب. جيمس قال انا حاسس ان في معجزه هتحصل وهنخرج ما تخافش. نروح لروك ورجالته وهم بيقولوا انت مستني ايه؟ هم مش بيستسلموا واحنا خايفين يتقبض علينا. مايلز قال لهم تعالوا نرمي عربيتهم في الميه ولما يغرقوا نبقى ناخد الذهب. روك قال لهم اصبروا هم شويه وهيتخنقوا. مايلز قال لهم جيمس ده مش هيموت بسهوله، لازم ياخد رصاصتين في قلبه. مش عارف انتوا سايبينه عايش ليه، هو في سر انا معرفوش. زميله قال لروك انا مش هطلع معاه عمليات تاني، دي هتكون اخر مره، وسابه ومشي. مايلز قال لروك دي اول عمليه تقف قصادنا وتاخد مننا كل الوقت ده، وكمان يروح حد مننا ولسه ما خلصتش. مايلز قال له الشرطه هتيجي وهتطاردنا، خلصوا العمليه بقى. روك قال له انت ما بتفهمش، بقولك مش عاوز قتل ومشاكل، عاوز الذهب وبس، ولو استنينا شويه هيتخنقوا. مايلز قال له اتخنقوا ما اتخنقوش انا هاخد الذهب يعني هاخده. وقتل زميله روك بالنار وغدر بيهم وقال ما انتوا ما بتسمعوش كلامي، انفذ انا. وركب العربيه وفضل يزق بيها عربيه جيمس علشان يوقعهم في الميه. جيمس عرف وقال لابنه دول مجانين هيوقعونا في النهر. فعلا مايلز زقهم للحرف ورمى قنبله، ولما انفجرت هزت المكان ووقعت العربيه في الميه. وقتها بنشوف جيمس وهو بيفتح فتحه السقف علشان يبص منها، لقى الميه داخله عليه والعربيه بتنزل شويه شويه في الميه. ولما حاولوا يطلعوا قبل ما يغرقوا لقوا رجل كلارك دخلت واتحشرت تحت صندوق حديد تقيل واتزنقت، وجيمس مش عارف يسحبها ويشيله من تحتها. رجله كانت مزنوقه جامد ومحشوره قوي وكل ما يشده مش بتطلع والميه بتدخل لهم وبتعلى. كلارك قال لابوه امشي انت وسيبني بدل ما نموت احنا الاثنين، انت حاولت تساعدني وعملت اللي عليك، روح قبل ما نغرق. جيمس مش راضي يسيبه وعمال يزقه ويحاول لحد ما قدر يرفع الحديد شويه وكلارك سحب رجله. وقتها لقوا العربيه كلها غطست تحت الميه وطلعوا منها. وقتها جيمس مسك كلارك وفضلوا يعوموا وطلعوا من الميه. في الوقت ده جالهم مايلز وضرب جيمس ولسه هيقتل كلارك. جيمس قام ونط عليه. مايلز وقع جيمس ولسه هيضربه بالنار، جات له طلقه من فوق ومات. وبنشوف روك وهو على الجسر وكان شاف اللي بيحصل ولحق جيمس وانقذه. وبعدها روك نزل لجيمس وقال المسدس معايا اهو، وانا انقذتك وكنت اقدر اموتك بس انتوا كسبتوا وانا مش قاتل، وقلت لك قبل كده انا مش قاتل، انا هسيبكم لان الشرطه هتوصل حالا، انا عاوزك تنسى انك شفتني هنا. جيمس قال له انت ناسي ان كنت ظابط قبل ما اشتغل الشغلانه دي؟ قال له عارف كنت ظابط مش ملاك يعني، ولا ايه رايك يا كلارك؟ كلارك قال له اه ولا نعرفك. سابهم ومشي وجت عربيه اخدته. وقتها كانت الشرطه وصلت واخدتهم. وبكده انتهى ملخص فيلمنا النهارده، واستنونا الملخص الجاي. سلام.